انا بحب الرعب جدا جدا، حتى انجح فيديو عندي في القناه هو فيديو نقد الفيلم رعب، وانا اتفرجت على فيلم اوبسيشن، وبجد يا الله ايه اللي انا اتفرجت عليه ده. بجد الفيلم ده متعب نفسيا جدا. الاداء التمثيلي بتاع الممثله دي عظيم قوي، جاب لي تروما، انا ايدي كانت بتترعش منها وانا بتفرج على الفيلم. النهارده انا جاي اتكلم عن اكتر فيلم رعب رعبني في حياتي. وقبل ما نبدا خد بالك ان الفيديو ده فيه حرق كامل لاحداث الفيلم ونهايته، فلو لسه ما اتفرجتش عليه وعايز تدخله من غير ما تعرف حاجه اتفرج عليه الاول وارجع ليه. بس قبل ما نراجع الفيلم تعال اقول لك كام معلومه عن الفيلم ده. الفيلم اللي عامله يا جماعه هو يوتيوبر اسمه باركر، كان بيعمل سكتشات رعب على يوتيوب هو وصاحبه اللي ظهر في الفيلم برضه. والفيلم ده اتعمل بميزانيه $750,000 بس. الفيلم ده فيه 4 ممثلين، وابطال الفيلم هم مايكل واندي، والفيلم نفسه واخد تقييمات عاليه على موقع IMDb وخد 6.2، وحط في الحسبان ان اللي عامله يوتيوبر والفيلم ده فكرته بسيطه جدا جدا. عندنا شاب اسمه بير بيحب بنت اسمها نيكي، ونيكي دي مش بتحبه، شايفاه مجرد صاحب مش اكتر. هو بيقرر في يوم من الايام يدخل يشتري ليها سلسله بس مش بيلاقيها، فبيشوف حاجه اسمها وان ويش ويلو، وهي حاجه بتحقق امنيه واحده بس للشخص، بتعجبه بياخدها وبيتمنى امنيه بريئه جدا، يتمنى ان نيكي تحبه اكتر من اي حد في الدنيا، وبيكسرها لان ده شرط من الشروط. وفي نفس اللحظه البنت بتحبه فعلا، وهو بيفرح جدا، هو بيحبها هي بتحبه، بيرتبطوا، العلاقه بتستمر. ايه الغريب يعني في كده؟ ولكن مش كل حاجه نفسك فيها هتبقى حلوه يا جدعان. البنت دي خوفتني جدا زي ما قلت لك، ايدي كانت بتترعش من التوتر اللي خلقتهولي، وبنفس الوقت كنت بضحك، ودي حاجه غريبه مش فاهمها يعني. بجد فعلا كتير لحظات كنت بضحك فيها وانا خايف برضه. والفيلم بعدين بيبقى دموي بشكل غريب ومرعب جدا، يعني المشهد اللي هي هتمشي فيه بالعكس انت مش هتبقى مرتاح خالص، كل مشهد فيه بتعيط او بتصرخ في وش بير كان بجد مقلق بشكل غبي. ولما البنت بتصارع الشخصيتين اللي جواها دي فكره عبقريه جدا، حبيتها قوي. خلى ان كل التصرفات اللي بتعملها مش نابعه منها لمجرد امنيه، لا هو خلق شخصيه تانية جواها. والموسيقى عامل نفسي جبار في الجزئيه دي، لان كل مره الموسيقى بتختفي فيها نيكي بتفوق. طيب تعالوا بقى نتكلم عن مين فعلا الشرير في الفيلم ده، مين بجد المهووس والغريب في الفيلم. طبعا وبدون ادنى تفكير هو بير. انت اصلا هتبدا تخاف من الواد ده بسبب بس سكوته. يعني انا بعد ما شفت كل حاجه غريبه هي بتعملها، بتراقبه وهو نايم، بتطبخ القطه بتاعته اللي ماتت عشان ياكلها، بتعور وشها بالازاز، بتموت صاحبتها، تكفى المشهد ده لوحده. سالت نفسي بجد ليه هو ساكت كده؟ ليه مش بيحاول يغير اي حاجه؟ حتى اصحابهم نفسهم بيشوفوا ان في حاجه غلط، بيقولوا ان في حاجه غلط في موضوع الارتباط ده. بس انا شايف ان في حاجه مهمه عن صحابهم، ان كل واحد منهم بيشوف المشكله او ارتباطهم من حيث المصلحه الشخصيه. يعني مثلا صاحبه بيشوف ان بير بيستغل البنت عشان هي تعبانه عاطفيا، والبنت شايفه ان نيكي هي اللي بتستغل بير عشان هو ضعيف شخصيا وعاطفيا برضه. وده شيء عبقري جدا من المخرج وكاتب الفيلم باركر، عشان هو عمل كده بسبب ان البنت بتحب بير، والواد ده كان على علاقه قبل كده بنيكي، فكل واحد بيبص من حيث المصلحه الشخصيه ليه. لو هنرجع لسؤالي ليه بير بعد ما شاف كل ده ساكت مش بيتكلم، لدرجه ان البنت نفسها بتترجاه ان هو يموتها، مش قادره تستحمل، مع ذلك بيكبر دماغه. وده بسبب ان الشخص ده اناني، عايز حبها ليه حتى لو ما كانش بيرضتها، عايز يشبع مشاعره العاطفيه والجنسيه، وده بان بشكل صريح في الفيلم. حتى ما حاولش يغير او ينهي الموضوع، ما عملش ده غير لما الضرر وصل ليه شخصيا. شاف كل الناس ماتت بسببه، صاحبه وساره اللي هي البنت دي، وهو نفسه بقى مش قادر يعيش معاها كده، وكان الحل انه يموت نفسه او حد يتمنى عكسه امنيته او يكمل كده مع نيكي. فدلوقتي بان بجد مين المهووس بمين من الاول. الشخص ده مريض، وده بان من سكوته طول الفيلم عشان بس ياخد الاهتمام والحب منها. طبعا بيروح لصاحبه عشان يتمنى عكس امنيته، بس صاحبه بيتمنى احسن حاجه في الدنيا كلها وهي $1,000,000. طبعا نهايه الفيلم ان بير كان عايز يموت نفسه بالحبوب، بس بيفوق وبيبقى عايز يرجع الحبوب دي، بس بيقف ويطلع بره يحب في نيكي، وبنشوف ان نيكي كسرت الوان ويش ويلو واتمنت اكيد انه يحبها زي ما هي بتحبه. ده اللي ادى ان هو يموت عشان ما لحقش يرجع الحبوب دي. بيموت بير ونيكي نفسها بترجع تاني، لان كان شرط من الشروط ان هو يموت، والفيلم بيخلص على كده. طبعا مصيرها مجهول، بس مخرج وكاتب الفيلم شايف من وجهة نظره انها تتحبس بسبب ان في 3 جثث في البيت دلوقتي. يعني في الاخر الضحية بجد هي نيكي، والشرير المهووس المريض هو بير. فرسالة مني ليك انت يا فرفورها، بطل تبقى مهووس بيها واسترجل وخلي هرمون التستوستيرون يجري في دمك. وبس كده، سلام.